السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. عملنا قبل كده عصير النعناع المركز فيتراك، والنهارده هنعمل عصير الكركديه المركز فيتراك. ده عصير كركديه يعني من احسن واحلى العصاير. انا عملته وبصوا عامل ازاي من حلاوته، قلت لازم انزله لكم واوريه لكم فيديو. ميه ساقعه تحطي عليها تلج تشربيه من غير سكر من غير اي حاجه. هو سكره حلو جدا، عايزه تزودي سكر ده حاجه ترجعلك، بس هو كده معتدل وجميل جدا. تشربيه في حر الصيف ده، يجيلك ضيوف على سهوه، عندك حاجه في التلاجة تقدميها، حاجه محترمه وحاجه كويسه وتقدميها ويبقى عصير فوق الخيال. على فكره لما عملته ودقته لقيته طعمه قريب جدا جدا من عصير العنب. عشان نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ده جبت ربع كيلو من الكركديه. هو ده شكله بعد ما غسلته، طبعا شطفته عشان الأتربة اللي موجودة متعرض للهواء وللجو طول الوقت عند البياع. وحطيت عليه يعني يعتبر لتر الا ربع من المية، دي نص لتر، وزودت عليهم كمان حبة كمان، وحطيته على النار يغلي غلوة كويسة. نطلع كل اللي فيه وبعدين كده صفيته. بصي بعد ما صفيته بصي مركز ازاي. كده هنعمل بقى نحوله من عصير عادي لعصير فيتراك اللي هو المركز، تحطيه في التلاجة لسنة ما يحصلوش اي حاجة وكويس. هنا حطينا يعتبر ده كوبايتين من السائل، حطينا عليه 4 كوبايات من السكر عشان يبقى مركز جدا. كده كده حطينا 4 كوبايات سكر، دي الرابعة. ودي ربع معلقة من ملح الليمون عشان خاطر ما يسكرش. هتحطيه في التلاجة لسنة بحالها ما يجرالهوش اي حاجة. تستخدميه تاخدي منه حبة صغيرين على كوباية مية متلجة، وهيبقى احلى عصير متلج حر الصيف اللي احنا فيه ده. وكمان حاجة موجودة عندك في التلاجة جالك ضيف على سهوة، هتقدمي له احلى عصير من صنع ايديكي. طبعا انت عارفه العصاير اللي بره فيها مواد حافظه وفيها كراوه، ده حاجه انت عاملاها بايديكي وحاجه مضمونه. التفل بقى اللي طالع من العصير اللي صفيته، حطيت عليه ميه وعمل لي ازازتين 2 لتر، يعني عمل لي 4 لتر من عصير الكركديه الجاهز. بعد ما حطيته كده اهوت غليته كمان غلوه وصفيته وحطيته في ازايز، عمل لي ازازتين لترين، يعني الازازه 2 لتر عمل لي 4 لتر من العصير. طبعا كده خفيف، هديله غلوه هتلاقيه تقيل وبجد وبامانه والله عمل لي 4 لتر من العصير. استخدمته على طول او خدناه على طول، وطبعا ده مش هيقعد في التلاجة فتره طويله، كلها يومين 3 وبعد كده بيحمض. لكن العصير اللي احنا عاملينه ده هيبقى قاعد عندك في التلاجة فترة طويلة جدا. هنا طبعا حطيناه على النار وشيلي منه الريمة. منين ما تطلع ريمة تشيليها، لازم ضروري تشيلي الريمة اللي فيه. اخد على النار بتاع تلت ساعة، وبعد كده سبته لغاية لما برد. وكده انا بحطه في الازازة دي مغسولة ومتعقمة ومفيهاش ولا نقطة مية، ومتعقمة عشان خاطر تحطي فيها العصير وتحطيه في التلاجة ويبقى محفوظ وانت مغمضة كده هو تستخدميه اي وقت انت يعجبك. كده الازازة دي لتر، طبعا ما كفاش، ما يعني ما هو كله حطينا احنا نص لتر من المية، والسكر عمل المجموع الحبة دول. بصي هو لما في الازازة بصي مركز ازاي في الازازة، وطعمه لما دقته بعد ما كده اهوت وحطيته في الكوبايه ودقته، عامل زي كأنك بتشربي عصير عنب.
العصير العنب المعلب اللي بيجي في الازاز دي، اللي في ازاز فترك، عامل زي عصير عنب بالظبط. كده هنحط حبه، تحطي له بقى تلج براحتك، من غير تلج براحتك. هما حبه صغيرين هيعملوا له كوبايه، يعني كوبايه كويسه جدا. بصي الحبه اللي انا حطيتهم قد ايه. هنحط عليها ميه وتقلبيه وتقدميه لضيوفك وبالهنا والشفا على اللي يشربه. عملنا كده عصير الفطراك، وقبل كده عملنا عصير النعناع. يا رب ينول رضاكم واعجابكم واستحسانكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تكتبي لي تعليق حلو كده زيك. شكرا على المتابعة، وان شاء الله هنحاول نعمل حاجات تانية كمان من العصاير بالشكل ده ان شاء الله في الوقت اللي جاي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش تحطي لي لايك وتعليق حلو عشان منك. شكرا والسلام عليكم.